اهلا بيكم النهارده باذن الله طالعين نتكلم على حوار مهم قوي. وانا طالع ادي رايي صراحه، يعني هو دايما في حوار الاراء ده بيبقى اكيد في اختلاف. بس طبعا انت ليك الحريه انك تتفق او تختلف معايا، انت ليك الحريه كامله يعني. اولا انا طالع النهارده ادي رايي في برنامج اللي اسمه تقريبا ذا بلايند شو، ولا برنامج اللي انتوا عارفينه ده، اللي هو كانت صورته على الصوره المصغره. البرنامج فكرته ان هو بيجيب راجل في زاويه ويفصل بستاره بينه وبين الست. سواء كانت هي غالبا في الاغلب بتكون مراته يا خطيبته يا كده يعني. فانا ساعات والله العظيم كمحمد علاء بحسها ان البرنامج ده بيبقوا مطبخينها مع بعض. يعني ايه الكلام ده؟ هفهمك يعني. اولا عشان بس نتفق اتفاق، مفيش حاجه اسمها ان الطبقه الغنيه بيبقى الرجاله بتاعتها مثلا بيبقوا مسيبين الحريم يعني. او ان مثلا ان الناس الاغنياء بيبقوا مثلا مش بيغيروا على الحريم او الكلام ده. لا، انا اتعاملت مع اغلب طبقات المجتمع، يعني اتعاملت مع الناس الهاي كلاس قوي، واتعاملت مع الهاي كلاس، واتعاملت مع الناس الفقراء والفقراء قوي. في على فكره ناس فقراء تلاقي رجالاتها مش بتغير على الحريم بتاعتها. هو كده يعني، هو مقتنع ان اللي بيعمله ده صح. وطبعا هدي رايي في الموضوع ده يعني عشان نخلص نفسنا ونشوف الدنيا. البرنامج زي ما قلت لكم فكرته ان هو بيبقى راجل قاعد على ترابيزه وست قاعده على ترابيزه وبيفصلوا بينهم بستاره. ده الفكره العامه بتاعت البرنامج يعني. انا كمحمد علاء مش مقتنع مع البرنامج بجنيه. وساعات بحس ان هم مطبخينها بحيث يجيبوا فيوز، وهم فعلا يعني هم فعلا عملوا اللي في بالهم، جابوا فيوز كتير. والدنيا بقت حلوه معاهم يعني. انا بحسها كده والله العظيم. بس عموما الراجل مش حاجه اساسيه. انت المفروض دي حاجه غريزه عندك ان انت تغير على حريمك. بمعنى صح، مراتك، اختك، خطيبتك، عمتك، بنت عمتك، مش عارف مين. الراجل، امال انت راجل ليه يعني؟ ما يعني احسبها انت كده، ما انت راجل ليه؟ يعني انت الحريم، اذا كان الحريم بيغيروا على الرجاله، انت كراجل مش هتغير على مراتك؟ فاهم؟ والتاني يقول لك ايه، اصل مش عارف يا عم عادي زميلها وماشيه معايا عادي يعني، بيست فريند. بيست فريند الله يخرب بيتك التاني يا عم. لا يعني، بصوا يا جماعه والله انا بقول ان البرنامج ده معمول عشان يغيظنا. او هو بص ايه يعني، دايما انت لما بتحب تجيب فيوز كتير بتعمل حاجه مختلفه. فاهمني؟ يعني انا مثلا لو عايز اجيب فيوز كتير اطلع يعني بمعنى صح ايه، ابقى متفاهم معاهم. او اقول لك عادي يا عم، فاهم؟ البيست فريند بتاعته ما فيهاش حاجه، هجيب فيوز بالهبل. بس اغلب الفيوز اللي هتجيلي نصها يبقى شتايم تحت في الكومنتات، ما كانتش كلها. ليه؟ لان انت بتخالف الطبيعه البشريه. انت بتخالف اللي ربنا خلقك عليه. احنا ربنا خلقنا كرجاله نجري على الحريم بتوعنا، وده حاجه معروفه وحاجه مسلم بيها. فحاجه هتعملها غير كده، انت كده بتمشي عكس الخط اللي ربنا خلقك عليه، او عكس الخط او النهج اللي ربنا قال لك امشي عليه. فاهم؟ فانا عن نفسي مش مقتنع بجنيه مع البرنامج ده. والبرنامج ده صراحه انا من وجهه نظري ان هم معمول انه يجيب فيوز. انا متاكد بنسبه كبيره، وهم فعلا نجحوا في كده. انت هتيجي تحسبها، انا بالنسبه لي هم نجحوا في كده بنسبه مليون المية. فمن وجهه نظري يعني، البرنامج ده حاولوا تبعدوا عنه يعني على قد ما تقدروا. ولازم لازم 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 ضروري تغير على حريمك، تغير على اهل بيتك عموما. لان انت كراجل دي فطرتك انت، يعني ربنا خلقك على كده. فاهم؟ زي ما قلت لك، هتخالف كده يبقى انت بتخالف الطبيعه البشريه اللي ربنا خلقنا عليها. انا عموما انا ما بقتنعش بالواحده اللي تقول لك يا اصل عندي بيست فريند، عندي بيست فريند ولد وما اعرفش ايه. لا، ما فيش حاجه اسمها زي كده يا عم. انا يعني انا مثلا لو هخطب وعرفت ان خطيبتي وليكن عندها مثلا، انت عارف انت الشغل بقى بتاع ايه، انا عندي بيست فريند وعندي زمايل ولاد ومش، لا ما فيش الكلام ده. ما فيش الكلام ده. زي ما انا ما عنديش زمايل بنات وما عنديش بيست فريند بنت وما اعرفش ايه، يبقى انت كذلك الوضع. وده الصح. ويعني انت لو بتتكلم في الحق والاصول، لا انت بتتكلم صح. فاهم؟ فحبيت اطلع ادي رايي في الموضوع ده، وحبيت اطلع ادي رايي في الموضوع ده يعني. ودي وجهة نظر. والله العظيم في ناس هتبقى معارضاها انا متاكد. فبراحتكم. وبس يا شباب، ده كان فيديو النهارده. يا ريت بقى لو الحلقه بتاعت النهارده عجبتك او حسيت باستفاده منها، انزل اشترك وحط لايك ضروري ضروري عشان اكمل. كل ما هلاقي في دعم في الفيديوز بتاعتي، كل ما هتلاقيني على طول بنزل لك فيديوهات كتير.
وشير كده فاهم يعني، روق عليا طبعا لما تلاقي ان الحلقه فادتك وتلاقي ان انت طلعت باستفاده. بس يا شباب، السلام عليكم، باي باي يا رجاله، باي باي.